روح توكل على الله، يلا روح. انا مش 100 مره قلت لك اشحن الكارت الكهرباء ده وماسك في العين، وقلت لك اشحن الكارت الكهرباء وتاخد بالك وتوكل على الغياط. قلت لك اشحن كارت الكهرباء، يعني انت كل شويه تداني وتقول مش هشحن وخليه هو يشغل تكييفات ويشغل مراوح ويشغل مش عارف غسالات. طب ليه كده يعني؟ يه ده كله عشان اشحن كارت الكهرباء؟ طب ما انا شحنه الدار اللي فات، اشمعنى انا اللي عايز اشحنه كل شويه؟ هي كل مره تقول انت اللي تشحن، انت ما شحنتش، وانت اللي شاحن وانا اللي شاحن الدنيا كلها. يا راجل يا ديوس، يا راجل يا ديوس، يا لما تسمع كلام مرتك 100 مره قلت لك ما تسمعش كلام مرتك يا ديوس. ومراتك لما تحرتك عليها انت فوق، في فرق بين الاخوات، في فرق بين الاخوات. تقول لي شحنت وما شحنتش، انت مره عليك ومره عليا، مره تانية عليك ومره عليا. يا اخي القوي، يا اخي القوي درع الضعيف يا اخي، مش اشحن الكارت يا اخي. وبعدين كل مره تقول مرتك اللي حاكمه عليك، مرتك مش عارف ايه. ما انا كل مره اشحن، حرام عليك، وتقول له كاتل وكاتل. انت شفت فين مشغل كاتل ولا مشغل سخان؟ انا مسكين اغلب من الغلب دي، ما ظلمني. ايوه جايب كاتل، يعني انت مش جايب كاتل وشافك اديك 3 ايام جايبه وكل شويه اسمع صوته وخبريه. ما الكارت الشفط مره واحده، ما انا جاي لك ليه؟ عشان خاطر الكاتل اللي انت جايبه ده، ما هو ما يشفط الكهرباء الكاتل وخبر وكل شويه مراتك محرضك على انا كل شويه اسمع بس مش راضي اتكلم. وبعدين على العموم ايه؟ هو كل شويه اوعى كده ايدك كده، هو كل شويه كده تهيل فيا وتقول على العموم مش على العموم. الموضوع بتاعنا ده مش هينفع خالص. لا دي بس تجيب عداد، انت تجيب عداد واحده، احنا كل شويه نشحن الكارت. العداد ده من ايام ابويا الله يرحمه. ايه يا عبزار؟ مالكم؟ شوف قول له انت نهتم حسكم بس لحد اخر الطريق يا اهو. عم تحضرني اه كل شويه، ده حكم عليا معايا في الكلام. ايوه سامع. عايزك تركز بس في كل حته. سامعك انا عارفك انت عندك دماغ، ودنك تقيله شويه. ايوه ده مراته حكم عليه. حلو. طيب وجايب له تكييفين. لكن هو مش عارف ياكل. ايوه. طب وجايب كاتل. ايوه. طب وعنده غساله اوتوماتيك. طب وعنده البوتاجاز ده مشغل بالكهرباء. الخلاصه اياه دقيقه بس دقيقه. وانا راجل غلبان، عندي تكييف واحد ويا ريته شغال بايظ. ايوه. وعندي مروحه ست واخرها على رقم واحد. يبقى مين اللي يدفع اكتر في الكهرباء؟ يعني يا ريل يا ناقص انت وهو الفضايح والجرس دي جايبيني من اخر الطريق بره وازعاج. هو عاند فيا دلوقتي. انا جايب له كارت. طب الفضايح انا جايب له كارت، بقول له خد اشحن، بقول له انا شحنت. طب الفضايح والجرس دي ما تبقاش هنا، الفضايح والجرس تبقى في البيت. ما هو هرب مني جه هنا. باب هو هرب مني جه هنا. قول له هو هرب مني جه هنا. يعني برضه اسمه كلام. ايوه اسمه كلام، ما اسموش ليه كلام يا ابويا. الكلام مش العقل ده، طيب مش العقل. الفضايح والجرس يا ابويا ما تبقاش هنا، والناس كلها انت عارف ما حدش بيحب حد ما يحب حد دلوقتي. اصل انا زي ما قلت لك، يعني مين دلوقتي مين اللي غلطان فينا؟ لا هو. انا مش شهادتك. هو انطق بالحق. انا مستعد اخدك معايا البيت، يا لقيت عندي كاتل ولا لقيت كلام من ده احكم عليا اللي تحكم. ده هو اللي شافت الكهرباء كلها. يعني انت مراتك النخاسه كل شويه بقول لك ما تشحنش وانا ما بسامعهم ومش برضه اتكلم. طب انت شفت فين مراتي؟ سمعتها فين؟ ابا مش قاعد معاك في نفس الخربان. والله تيجي حد ما يقول لك غيرك انت مش بتسمع. يا اخي احنا بص، احنا بينك وبينك ايه؟ جيب عداد واحد. اما اقول لك ايه؟ جيب عداد واحد صح؟ طب انت مش شهدتني تسكت خالص. حاضر. وانت التاني تسمع الكلام اللي بقول لك عليهم دول. حاضر. صلي على النبي. تروح دلوقتي ان كان عندك سخان تفصله، يا اما تدفع قد اخوك قد دي مرتين. يعني كنت هتشحنه ب 300 هو يدفع 100 تدفع 200. والله ده مش عدل، ده مش عدل. لا هو ده. ما انت لما يقول كاتل وغساله وثلاجه ومش عارف ومغسل احنا كل شويه نرمي كارت الكهرباء على بعض. احنا بنعمل على بوتاجاز واحد بتاع. بس استحملوا بعض يا عم. استحمل مين؟ ابوك عنده ولاد يا عم. بص انت لسه ربنا ما كرمكش بخلفه. افهمني. انت ربنا كرمك بفلوس. هو على قديم ما يجيب مصاري استحمل. لما يجيب كل حاجه ياكلها بالدس. يعني هو يتمتع وانا ادفع؟ ده اخوك. طيب هو يتمتع يا اخوي وادفع؟ هو ده حد غريب؟ لا يا ابويا. طب هو حد غريب ولا اخوك؟ ماليش دعوه برضه. ده حق. ماشي حق. بس انا الفلوس مش ملاقيها. حق يا عم انت لو متعامل مع واحد يهودي هتعامل اكتر من كده، هتعامل احسن من كده. خلص بس الدماغ. عايزين الخلاصه. الخلاصه اسند اخوك. مين اللي يسندوه؟ انت. انا عايز اللي يسندني انا في الزمن اللي احنا فيه ده. طب انا خلصت كلامي. اما الجليل الادب هيجي. انا خلصت كلامي. اتفضل. صلي على النبي. اسند اخوك. وانت التاني ما تغلبش اخوك. مش هغلب واثق.
بدل ما انت عارف وربنا كان شغال موظف كيف وهرب مني في البيت اللي عاوز ما اعمله له، بس هو بس مش عارف مال. ما عشان خاطر فضل عشان ما يدفعش 300 جنيه بتاع عدد الكهرباء. لما انت قال بيه في الغيه تروح تقل بيه قدام مرته وولاده في البيت. ما انا مرضتش اتكلم معاه في البيت عشان ما انت خاطر هتقل بيه كده. ما هستمرت انا خاصه مدرعه عند بيت ابوها وانت مش عارف الحكايه دي. احنا خسا اما تروح تقول كل صغيره وكبيره يا اخي عند بيت ابوها ما صدقش. وتحط كلام على الكلام. ما صدقش نشف. كان جاي يقتلني هنا، جاي على طول ما تهب فيا. نشف العصايه شويه طب بتاعتك. يا عم البلاوي دي نشف عصايتك شويه. ما هو ما طبطب يا بابا فخر اليوم. طب ما طبطب الطبطبه شغاله. نشف عصايتك شويه وهدي سركم يا بابا انت وهو. هدي سركم وتقول يا اخي انا اللي شايل الهم يا اخي. يا عم زي بعض زي بعض. هو ما حلتش حاجه هو. خادم القوم سيده. خادم القوم سيده. تمام روح يا عم توكل. انا عن نفسي ما اسمعش حسكم تاني. أنا ما يبقاش راح- فضايح وجورس في كل مكان. انا 10 و55 شكر. يقول كل ده ما تعرف عشان خاطر كدشاح. احنا نعزم بعيد عن بعض، والعداد ده بتاعنا اصلا مش لا، بتاعه هو. لا، مفيش انا اللي عسلان. دافع فيه. لا مفيش عسلان. عايز حاجات. لا مفيش عسلان. عددك ابو تعالى خده. مفيش عسلان. اشتكيك. انا معايا عبد مفيش شكوى البيت. يا اخ. معايا عبد البيت. ابى هطلع تعالى كده ليه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بس خلينا طب بقول لك ايه؟ قول كلوا بعض. قولوا بعض. انا مش هاكل بعض بس هو اصلا متكل وحده. ابو تعالى خد العداد عاد. ابو تعالى. حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله ربنا معانا مش العاب معانا. شرموا لك انا النهارده العاب شرموها لك وخلي مراتك تنفع. خلي مراتك تجيب لك الورث بتاعك. دي ايه انت المصايب؟ واخد مراتك عشان الورث عشان 3 قراريه تكذب على الله. جاتك مصيبه فوقك الناشف ده. حسبي الله ونعم الوكيل.